والمحافظة على الهوية الدينية، وهذه من أكثر الأشياء صراعا في حياة المؤمن، أنه يصارع الجميع لأجل إثبات هويته الدينية. الإمام سلام الله عليه تعرض لحكم دولتين ظالمتين، الأولى هي دولة بني أمية وما أحدثته في أهل البيت سلام الله عليهم من فتك وظلم، والثانية هي دولة بني العباس. بعضهم يقول أن الإمام سلام الله عليه الإمام الصادق وجد فترة من الهدوء وفترة من السكوت عن أهل البيت عليهم السلام. بالحقيقة هو لا، هذا السكوت ظاهري عن أهل البيت عليهم السلام في نقطة التحول من حكم بني أمية إلى حكم بني العباس، لكن المصائب التي دهت الإمام الصادق سلام الله عليه في أيام العباسيين لا تعد ولا تحصى. الإمام على أكثر الروايات عمره 68 عام، بهذه الشيبة العظيمة اللي ظهرت منها أخلاق وكرامات ومعاجز، الإمام في ليلة ظلماء يبعث لداره فيجلب معتقلا، بهذا الحجم وبهذا العمر وبهذه المكانة يبعث على الإمام ويؤمر السجان أن يعتقل الإمام على حاله التي يجدها فيه، ربما حاسر الرأس وجالس في بيته في منتصف الليل، بعد منتصف الليل الإنسان على دعة في بيته، نجد أنه اعتقلوه على هذه الحالة. الحالة الثانية التي تعرض لها الإمام سلام الله عليه هي إحراق داره. شوف هذا الارتباط بين الإمام الصادق وبين كربلاء. الحديث الذي بدأنا به وأكثر الروايات التي أسست لزيارة الحسين عليه السلام، أكثرها في زيارة الحسين عليه السلام وفي فضله وفضل زيارته وفضل خدمته، أغلبها رويت عن الإمام الصادق سلام الله عليه في قضيتين مختصرتين.